يا صباح الفل والياسمين على احلى واغلى متابعين. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. لو قعدت اقول من هنا لسنين قدام انكم وحشتوني مش هتصدقوني، بجد 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 مفتقداكم. وكمان وحشني التصوير ووحشني الكلام معاكم ووحشني حاجات كتير جدا، ولكن للاسف اللي بيمنعني عن التصوير وعن القناة ظروف خاصة جدا. ولكن نسأل الله التيسير والتسهيل في كل حال يا رب. ربنا ييسر امورنا جميعا ويسهل لنا حالنا ويفك كربنا وكرب كل مسلم يا رب، ونرجع معاكم اقوى من الاول. مش محتاجه بس غير دعوتكم ولايك للفيديو وشير واشتراك في القناه لسه اول مره تشوفيني، عشان نظهر لكل اخواتنا وحبايبنا واكبر بيكم ان شاء الله بعد ربنا. النهارده جالكم بروتين سريع جدا، نص فيديو نص صور، ما تتفاجئوش. ان بصراحه بقيت اكسل اصور، بقيت بستكفي بصور فقط. فاقده الشغف في كل حاجه حرفيا، ولكن الله المستعان على كل حال. هنا المفروض هنعمل مع بعض ليمون مخلل النهارده، واللي كان في الطبق ده شكل الليمون اللي متخلل. هنا انا جبت 6 كيلو ليمون. 6 كيلو ليمون كانوا ب30 جنيه، كان الكيلو ب5 جنيه. متستغربوش، بنجيبه من العربيات اللي بتعدي مش مع البيوت. انما في المحلات كان وقتها الكيلو عامله 15 جنيه. ليه في المحل ب15 ولا العربية ب5؟ لان المحل بقى بياخد ايجار ومش عارف ايه وحاجات كتيرة كده. احنا ايه لو فكرنا فيها هنتعب. فالمهم انا جبت من العربية اللي كانت معدية دي 6 كيلو ليمون. 6 كيلو ب30 جنيه. ان شاء الله هنخلله يبقى معانا زي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجه غسلت الليمون كويس جدا جدا جدا، يبقى في تراب، في ورق من الشجر بتاعه، رش مبيدات، الكلام ده كله. فغسلته كويس جدا جدا جدا. الحله الكبيره دي فيها 4 كيلو، والحله التانية دي فيها 2 كيلو. ولعت عليهم البوتاجاز وهسيبهم يغلوا معايا حوالي 3 غليات بالظبط او 4 بالكتير جدا. وهطفي عليها وهسيب الميه بتاع الليمون فيه لمده 6 ساعات او يوم عادي جدا. كل ما فضل في ميته وبرد كل ما خد من طعم المهم هو هيقعد معانا برضو حوالي 3 ايام بره. الليمونه ما شاء الله كانت ماسكه نفسها وكانت زي الفل، مفيش واحده اتفتحت ولا اتعورت ولا اي حاجه خالص. وسلقته على نار هاديه جدا. وبعد كده ده بقى شكله، ده اللي انتوا شايفينه ده كان بعد 3 ايام. قعد 3 ايام في الميه، بقيت اغير عليه الميه زي الترمس لحد ليه بنغير عليه المية ممكن 3 ايام يمنا عشان خاطر نضيع اي مرار في الليمون حرفيا. فما شاء الله كانت الحبايه بحالها بحالها. هنا بقى كنت انا جايبه الشطه دي، شطه بارده على حاميه شويه، كانت الكيلو ونص ب20. تمام. جه بقى ابو احمد جاب له هو جاي شطه من التانية اللي هي الشطه بقى، كيلو ب20 جنيه. هنا بقى زي ما قلت لكم هنبدا بصور، لان انا كنت بصراحه كسلت اكمل تصوير. ده شكل الليمون ما شاء الله، مفيش بقولكوا مفيش واحده متعوره بايظه اتهرت الكلام ده كله. طبعا هيقعد معانا من اسبوع ل10 ايام ونبدا نفتح عليه، ويفضل من اسبوع لاسبوعين 15 يوم بالظبط. ده الفلفل ده كان الكيلو ونص ب20، وده بقى الفلفل اللي هو الكيلو ب20. ده شطه يعني. بس اهم حاجه في الليمون انك تسيبيه 3 ايام، من 3 ايام ل4 ايام بره. هتغيري الميه عليه كل ما تخش المطبخ، يعني هتغسلي مواعين، ده هتطبخي الصبح الظهر العصر، مش اقل من 4 مرات في اليوم تغيري له ميته، بحيث ان هو ايه ما يبقاش ممرر معانا. هنا بقى عملت خلطه كويسه جدا للتمليحه بتاعه الليمون والفلفل. جبت شويه فلفل، قرنين فلفل من هنا على من هنا، على راس توم، على ليمونتين، على شويه خل. بس ليمون وتوم وخل وفلفل. وقمت ضربه الكلام ده كله في الخلاط. وبعد كده عبيت انا الليمون زي ما انتوا شايفين كده. شكلت بقى شويه ليمون شويه فلفل شويه شطه، لحد ما البرطمان اتكبس معايا كويس جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل الحلو ده. الكميه دي عملت معايا حوالي 6 برطمانات. ال3 اللي انتوا شايفينهم دول، ويبقى فيه 2 صغيرين انا طلعتهم هدايا. فاللهم صل على النبي. حلو جدا 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 جدا. اي حاجة في البيت تقدري تعمليها هتسهل عليكي وهتوفر عليكي، وغير ان يبقى طعمها احسن وانضف من بره كتير. هنا بقى زي ما انتم شايفين شكل البرطمانات من كل الجوانب، بقى شوية ليمون شوية شطة مش عارف ايه. وبعد كده ظبطت الملح. انا بعمل الملح بتاعي بخلي ده بالبركة، والله العظيم بعمله بالبركة. ما حاولتش اني قبل كده يمكن مخلي اللفت او حاجة ان انا اظبطه معاكم، لكن انا في العادي بعمله بالبركة كده.
نزلت في كل برطمان بشويه من الخلطه اللي انا ضربتها في الخلاط، وبعد كده كملت بالميه وملح عادي جدا، وبعد كده حطيت كيس تحت الغطا وقمت قافله البرطمانات وقمت راكناهم ايه تحت الحوض بقى لمده 15 يوم. سهل وسريع وطعمه حلو جدا 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 جدا. اتمنى تجربوه واتمنى الطريقه تعجبكم ان شاء الله. هنا بقى انا طلعت البلكونه كده، كنا ساعه ظهريه كده تقريبا، كنت بلم غسيل تقريبا، وكنت مطلعه الفرشه وداخله ادخلها، فلقيت المنظر الامر ده زي ما انتم شايفين كده، اللي هم الغنامه راجعين من الغيطان والكلام ده. بس ما عرفتش، كنت فاكره ان انا بصور المقطع من اوله بس ما جاش كله، لكن عادي مفيش مشكله، ادينا شفنا جزء منه. هنا بقى كنت انا مطلعه بدل السجاد في الشمس بره تشمس شويه، اولاد كابين عليه ميه، فطلعته بقى قلت بقى ايه ياخد كده تحميصه كده، وكنت انا اصلا غسلاه قبلها بيومين. ولكن اول ما فرشته قاموا عاملينه ما شاء الله زي الفل. غسوله سهل جدا بفرشة جاروف ناعمة، فرشة مقاشها ناعمة، بتمشيها كده عليه وفي ثانية بتبقى زي الفل معاكي، بشوية اوكسي شوية برسلجل. ما شاء الله ما شاء الله، سهل سهل سهل. وجماله بقى جماله لو انت عندك حمام واسع، هتفردي السجادة على الارض وبالمقاشة وانت واقفة، وما شاء الله ما شاء الله مش بياخد منك اي وقت خالص. وكمان لما بنشف ما بيقعدش برضو فتره كبيره زي السجاد، ممكن ياخد يوم بليله، في الحر اللي احنا فيه ده بياخد يوم بس في البلكونه، هتقلبيه الصبح واخر النهار وتاني يوم هتفرشيه يبقى معاكي جاهز وزي الفل. هنا بقى دخلت احضر الغدا، برضو للاسف كسلت اصور معاكم كامل. هنا نزلت جبت سردين مثلج، كان الكيلو عامل له 85 جنيه، وكان يومها عنده ضيوف. ده السردينه دي مجمده مش بلدي، بس تحفه 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 حرفيا، ومن النوع اللي هي ايه مالية مركزها كده. تمام. عملت انا سلطة ورز حبة وحبة، وقلت فلفل وبتنجان، وحمرت السمك ودقت له توم وليمون وخل وفلفل، وقمت مقلبه فيه طبعا قبل ما اوزعه في الاطباق. ده بتنجان مقلي اهو، اللي هو بتنجان اللي هو بتاع المخلل اصلا قليته. وعملت فلفل مقلي وعملت سلطة، وطبعا لو حابة تزودي بصل. طبعا المخلل ما كانش لسه اتعمل عشان احطه. بس كده. وده كان يوم النهارده، وده كان روتين النهارده، وده كان غدانا، وده كان المخلل بتاعنا. وده كان الفيديو اللي شاركته معاكم النهارده. اتمنى ما تبخلوش عليا لا لسه مخلصناش. هنا بقى سريعا كده، كان عندي اوضه الاطفال، العيال بهدلوا السجاده اللي فيها، فانا جبتها بقى ايه غسلتها، ودي كانت في يوم دول كده كانوا مشيتين اوضه الاطفال، فخدتهم كده غسلتهم سريعا في الحمام زي ما شفتوا كده، وبعد كده طلعتهم في الشمس. بس كده.